انا مش بعرف ابص في عين الشخص اللي قدامي وهو بيكلمني. انا مش بعرف اجمع الكلام قدام الناس. انا بحس ان انا متلخبط ومش واثق من نفسي وانا قاعد مع ناس كتير في تجمع كبير. كل المواقف دي هتتحل في الفيديو ده بخطوة واحدة بس. الخطوة دي هتخليك تشوف ان الشخص اللي قدامك ضعيف وان انت اللي اقوى منه. ازاي بقى يا نور؟ هقولك ازاي. جرب كده في اي وقت انك تعمل الحيلة دي. لما تكون واقف مع حد وبتتكلم معاه، إيه اللي بيوترك؟ انه مركز معاك وباصص لك، صح؟ يعني بتبقى محطوط في وضع ان انا المجني عليا ومكسوف ومتوتر وعمال ابص حواليا ومش عايزه ابص في عينيه. لا، جرب بقى لما تكون في الموقف ده انك تنسى خالص ان انت الشخص المتوتر المجني عليه، وتقلع طاقية الدور ده خالص، وتخلي نفسك ان انت الشخص الموتر للشخص اللي قدامك. يعني تعمل ايه وانت بتتكلم مع الشخص ده؟ ركز معاه قوي، اقف ثابت ما تتحركش كتير، ركز في عينيه وانت بتتكلم، ركز في جملة معينة انت عايز تقولها له، قول له الجملة دي بثقة مش طبيعية، وبعد ما تخلص افضل مركز معاه ومستني رده عليك. هتلاقيه هو اللي اتوتر وعينيه راحت بعيد وما بقتش جاية عليك. فده معناه ان الشخص اللي قدامك ضعيف، بس انت اللي مش قادر تطلع ضعفه، لان ضعفك انت قصاده ووضع المجني عليه اللي انت حاطط نفسك فيه هو اللي اداله فرصة ان هو يحطك تحت ضغط، فبقيت غصب عنك محطوط في وضع المجني عليه. لكن لما تعمل الحركه دي هتبقى قدرت تثبت لنفسك ان ده بني ادم زيه زيي، ولو انت ما اديتهوش فرصه يعمل كده وحطيت نفسك ان انت الاقوى، ساعتها ثقتك بنفسك هتبان. قدرت انك تثبت لنفسك ان مجرد ما الشخص اللي قدامك يشوف ثقتك بنفسك مهما كنت بتقول ايه، ساعتها هو اللي هيتشتت وهيرجع خطوات لورا، ويبقى هو اللي في الوضع الضعيف.